بلاش تكوني الست دي. في فرق كبير قوي بين ان انت تكوني ست صريحة وست قليلة الذوق، وفي فرق ما بين انت تكوني قعدتك حلوة كده وفرفوشة والناس بتتبسط معاكي، وان تبقي خلاص قاعدين معاكي مش طايقين نفسهم ونفسهم ان انت تقومي تمشي. اللي بيقابلك ويحبك هيحبك زي ما انت، طول ما انت ذوق معاه، وطول ما انت متواضعة في طريقتك. اي قاعدة فيها ستات وفيها بنات فيها شوية أسئلة كده، حاولي على قد ما تقدري ما تسأليهاش للي حواليكي. بلاش تبقي من الستات اللي بتحشر نفسها في اللي ملهاش فيه. النوعية دي من الستات بتبقى مكروهة جدا. بلاش تتطفلي على الناس، وبلاش تستخفي دمك عشان تباني ظريفة. انت كده هتقلبي أراجوز القعدة. خليكي راقية، خليكي شيك، خليكي ماركة. وما تنسوش تشوفوا فيديو ان كوني ماركة، هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، هيفرق جدا معي. هاي شجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو بتاع النهاردة من الفيديوهات الحلوة جدا، عشان تبقي راقية، عشان تبقي ست الهوانم، عشان تبقي ماركة، عشان تبقي شيك كده والناس كلها بتحبك وبتحترمك، وتحسني من نفسك. لو هتلاحظوا في الفيديوهات بتاعتنا نشتغل عن ازاي ان احنا نبقى شكلنا حلو، ازاي نبقى مبسوطين من جوه ومن بره، ازاي نبقى راقيين في نفسنا وفي لبسنا وفي انوثتنا، وازاي تشتغلي على نفسك وتطوريها وتحسنيها وتبقي احسن نسخة من نفسك. في شوية بقى تفاصيل صغيرة كده بس بيفرقوا جدا جدا في شخصيتك ومظهرك وشكلك قدام الناس. احنا عايشين في المجتمع مع ناس مش لوحدنا، فكل تصرف بيصدر منك بيرسم صورة معينة في دماغ اللي قدامك، فاحنا عايزين الصورة دي تبقى احسن صورة ممكنة. ففي الفيديو ده كده مع بعض هنشوف ايه التفاصيل الصغيرة دي وازاي هتفرق معاكي قوي في شكلك وفي مظهرك. نصايح بقى عشان تبقي ست الهوانم. اول حاجة، الهزار الكتير الاوفر بيضيع هيبتك. مش بقولك تكشري، لا هزري وتحكي وكل حاجة، بس متبقيش مبتذلة. مش هدفي خالص ان احنا نكون ستات نكديين خالص، لا بالعكس، المفروض نبقى فرفوشين كده. الست الفرفوشة رزق. وبرضه ما نقعدش في القعدة مبوزين ومكشرين وما بنكلمش حد، لا خلينا وسط. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في الشخصية. مفيش مشكلة خالص نقعد نضحك ونهزر ونقول نكت وكده، بس في حدود معينة، في نطاق معين. نعرف امتى نهزر وامتى نضحك، امتى نرد بلطف وامتى ارد باسلوب صارم، عشان لو اللي قدامي ده تعدى حدوده. امتى احرج اللي قدامي عشان يعرف حدوده كويس، وامتى الاقي ان تمام يعني الهزار ده مقبول فاهزر عادي ومفيش مشكلة. فمهم قوي ان احنا ننتبه واحنا قاعدين في قعدة عائلية او قاعدة مع صحابنا، خاصة لو اول مرة نشوفهم. فالهزار الكتير ده بداعي ومن غير داعي زيادة عن اللزوم بيفقد الست هيبتها ورقيها وشياكتها. فمهم جدا تبقي ليكي هبة ومركزة عليها وتمسكي كده ايه برستيج وهانم كده في نفسك، وان يكون عندك شخصية. ده ما يمنعش خالص ان انت تهزري وتكوني دمك خفيف ومش عارفة ايه، بس ما تكونيش ايه مبتذلة. يعني خليكي كده وقورة حتى في هزارك. حتى لو انتوا قاعدين ستات مع بعض مهم جدا ان يبقى في حدود في الهزار. وخليكي واخدة بالك قوي كويس قوي ان الانطباع الاول بيدوم، فخلي بالك جدا خاصة مع الناس اللي انت اول مرة تقعدي معاهم، عشان اللي انا قاعده معاه ده هياخد عني صوره عامله ازاي. هيشوف ان انا ست تقيله ورزينه وعاقله، ولا ست خفيفه وبتهزر زياده عن اللزوم واوفر لدرجه ان هي بتفقد هيبتها وبتفقد احترام اللي حواليها ليها من كتر الهزار الكتير المبالغ فيه. وعايزاكي كمان تحافظي جدا على شكلك وقعدتك وسط الناس. دايما اقول الست وهي قاعده في اي مجلس تبقى قاعده فردة ظهرها، رافعه راسها، ما بتفركش كتير، ما بتتحركش كتير، مش عماله تروح وتقعد وتيجي، لا هي قاعده ضيفه راسيه كده في مكانها، ما بتفركش كتير، لا حافظه لسانها، ما بتغلطش، ما بتقولش اي حاجه اوفر، تبقى
كده ماشية كده، الناس من كتر شياكتها ومن كتر وقارها بتبص عليها من كتر الرزانة اللي هي فيها، تحسيها جوهرة كده قاعدة. تبقي قاعدة في حتة عند حد، مش عينك تفضل تور في المكان، لأ، تقعدي برزانة كده. لا، ولو بقى لو عند حد بقى تقوم بقى تفتح التلاجة وتبص، والست تقوم وراها صاحبة الشقة تدخل تشوف أوضة النوم. لا لا، في مهازل، في مهازل، وتقولك ده بيت أخويا وده بيت أبويا وده بيت عمي، وده مفيش الكلام ده. يعني في ذوقيات. اما نخش مكان نستأذن الأول بس. فبلاش الحاجات دي والله، بتبقى سخيفة، بتقلل أصلا منك، مش بتقلل من صاحبة، يعني من الناس اللي انت معاها. يعني تصرفك ده بيقلل منك، بيخلي اللي قدامك يبصلك بصة مش حلوة خالص. والله أعرف واحدة كانت تدخل تفتح الحلل تشوفني عاملة أكل ايه. يعني موضوع سخيف جدا الصراحة. معلش، انت مالك؟ انت مين اللي اداك الحق ان انت تعملي كده؟ فايه، فبلاش الحركات دي، عشان الموضوع ده فعلا بيقلل منك جدا. ليكي عقله كده ورزينه، وبلاش جو التفتيش ده. تقوليش بقى ده بيت اخويا وده بيت عمي وده بيت اختي، والجو ده مش حلو خالص. فصدقوني الحاجات دي مهمة جدا جدا، وبتفرق في شكل شخصيتك. والحاجات البسيطة اللي انت شايفاها ان هي عادية، وايه المشكلة يعني اما اعمل كده عادي، يعني صدقيني بتقلل منك جدا، وبتقلل منك في وسط الناس، وبتقلل من احترام الناس ليك، وبتخليهم يبقوا مش طايقينك، ومش طايقين ان هم يقعدوا معاكي، ويتمنوا اليوم ان انت تمشي فيه. فبلاش تبقي كده. مهما كانوا بيعاملوكي كويس، مهما كانوا بيعاملوكي باحترام، هم بيحترموكي عشان نفسهم، ماشي، مش عشان انتي محترمة، لا. هما ممكن محترمين فمش عايزين يحرجوكي، ماشي، بس انتي كده بتقللي من نفسك. وهم مش ساكتين، او مش عايزين يعلقوا، او مش عايزين يعملوا عشان عادي اللي انتي بتعمليه. لا بالعكس، هو مش عادي، بس هما محترمين نفسهم، فعشان كده مكبرين دماغهم من الحركات القرعة اللي انتي بتعمليها. فبلاش الجو ده والنبي يا بنات، بلاش بجد، بيقلل منكم جامد. وجو بيئة قوي الصراحة، بيئة جدا. بلاش تكوني الست الرغاية الشكاية اللي طول الوقت بتشتكي، طول الوقت أول ما تقعدي معاها بتشتكي من الظروف الصعبة، وولادها ما بيسمعوش الكلام، وجوزها مش عارفة بيعمل ايه، والظروف وأهلها وأهل جوزها والدنيا ضيقة. ست الشكاية دي محدش برضو بيحب يقعد معاها. فما تقعديش ترغي وتشتكي لحد لما اللي قدامك يصدع ويزهق، ويقول يا الله امتى هتقوم تمشي، انا زهقت، انا صدعت، دي حتى مش مدياني فرصة ان انا اتكلم. في ستات كده كتير، تقعدي معاها تسمعي بس، وتقريتك بتسمعي حاجة عدلة، لا ده انت بتسمعي قرف ونكد. فبلاش تكوني من الستات دي. خليكي وقورة كده في نفسك، وحتى لو انت حاجة مثلا مضايقاكي وزعلانة، اشتكي بس خلاص، يعني قولي اللي في نفسك، بس مش طول القعدة بقى بتشتكي يمين وشمال وفوق وتحت، ايه يا ماما في ايه، ليه النكد ده يا حبيبتي؟ متبقيش كده وبسبب وبدون سبب. فبلاش كده كده، الدنيا مش حلوة مع الناس كلها. احنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني هي الدنيا دي دار شقاء وابتلاء. فخلاص انت بتزودي على الناس مشاكلها. انت لما تشتكي كده مشاكلك هتتحل؟ مش هتتحل. فاسكتي بقى، اسكتي وبطلي يا هري. فيعني انت مش جاية تشيليني هموم فوق همومي. فلا، احنا جايين نقعد مع بعض قعدة لطيفة ظريفة ننبسط فيها. فبلاش ايه شكوى، وبلاش اللي هو ايه الرغي اللي في الفاضي. ماشي، لو في موقف فعلا محتاج، مش بقولك برضو تكتمي في نفسك، يعني لو في موقف فعلا مضايقك وده ظرف ومرة كل فين وفين، خلاص ماشي، اتكلمي واحكي، مش هقولك ما تحكيش. وممكن اللي قدامك ده يهون عليكي او يحللك مشكلتك، احكي، بس مش كل مرة مش ما تشوفوا بعض تشتكي تشتكي تشتكي. خلينا نفك كده مع بعض، وما نحملش مع بعض فوق طاقتنا، ونخلي دمنا تقيل، ونخلي ايه الدنيا تعدي ايه بسلاسة كده وحلوة. تمام. وعايزه اقولك ان انت تكوني مستمعه جيده، ده من الحكمه، ان انت تقعدي تسمعي اللي قدامك، دي حاجه كويسه، ويخلي اللي قدامي ما يحسش انني مشايلاه فوق طاقته، وان انا بتكلم بلطف، وان انا ابقى حكيمه كده في نفسي. خليكي مستمعه جيده. فحاولي تراقبي نفسك، واسالي نفسك دلوقتي، هو انا بشتكي كتير؟ طيب هو انا اوفر في كلامي طول الاعداد بشتكي؟ طب انا لو مش واخده بالي، اقعدي اسالي واحده صاحبتك تكون قريبه منك قوي، وانتي بتحسيني بشتكي كتير وانا طول الوقت بشتكي، واحاول ان انا اقلل من الموضوع ده، عشان ابقى ست متزنة وعاقلة كده، وابقى هانم في نفسي. فالحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. اسئلة ما تسأليهاش. اي قاعدة فيها ستات وبنات فيها شوية اسئلة كده، حاولي ان انتي تبعدي عنها، لانها بتكون اسئلة محرجة للي قدامك، بس انتي ممكن ما تبقيش حاسة. فبلاش الاسئلة دي، عشان برضو ما تضايقيش اللي قدامك. احنا عايزين نبقى
حلوين كده وهوانم وراقيين، مش عايزين نبقى ايه فضوليين ومتطفلين ونرخم على الناس. يعني مثلا لما بتيجي تقعدي مع بنوته صغيره مثلا او كبيره قاعده مع بنوته، انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ انت ليه ما اتخطبتيش؟ طب قاعده مع واحد متجوز، انت ليه ما خلفتيش؟ انت ليه ما اشتغلتيش؟ طب انت بتقبضي كام؟ طب انت جوزك عامل معاكي ايه؟ طب انت حماتك عامله معاكي إيه؟ انت مالك؟ والله هي جت حكت لك، حبت تفضفض معاكي كان ما جاتش حاجات لك، يبقى ما تسأليش. تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ما تسأليش عن حاجة مالكيش دعوة بيها. الموضوع ده لا هيقدم ولا هيأخر. والله هي استلطفتك وحسيتك كويسة وفضفضت معاكي، يبقى ده من فضل ربنا عليكي ان انت حد مستلطفك ومستأمنك وحاسك ان انت شخصية كويسة، ان هو ممكن يحكي لها سره او ممكن يفضفض معاها. لكن انت لما تبقي فضولية كده وبتتطفلي على الناس وبتسألي اسئلة سخيفة، محدش هيبقى طايقك. فبلاش الاسئلة البايخة المحرجة دي. بلاش تبقي من الستات اللي بتحشر نفسها في اللي ملهاش فيه. النوعية دي من الستات مش قادرة اقولك بتبقى مكروهة قد ايه. والله والرجالة الاتنين محدش يحب يقعد معاهم ومحدش يحب ان حد يتطفل عليه، لانه في النص كده هترمي كلمة تحرق دم اللي قدامك، وهترمي سؤال تحرق بيه اللي قدامك. فخليك خفيف لطيف كده في قعدتك، وخلي قعدتك حلوة ولطيفة، وبلاش تحرج نفسك وتحرج اللي قدامك. ده في ستات لما بتلاقي اللي قدامها بيتحرج تقول انت مالك؟ انت بتسألي ليه؟ وبرضه ما بيتحرجوش وبتقولك عادي بسأل عادي، ده انا بطمن عليك، ده انا بحبك. لا، لا برضو بلاش تبقوا من النوعية دي سواء ستات او رجالة. ويا ريت لو بتربوا عيال بلاش تخلوهم يبقوا متطفلين. يعني ربوا عيالكم كويس، ربوا عيالكم عادل عشان ما يطلعوش يعني يشتموا فيكم انتوا. بجد في ناس من كتر ما عيالها صعبين في المجتمع ده بيكبروا بيبقوا الناس بتدعي على اهليهم، اللي هم انتوا ما تربيتوش ليه؟ انتوا اهلكم كانوا فين؟ ما ربكوش ليه؟ فبلاش تبقوا كده، بلاش تخلوا الناس تبقى متضايقه منكم وتبقى متضايقه من عيالكم كمان. مهم جدا جدا تعرفي ان الشياكة مش براند. الشياكة مش ان البس لبس غالي جدا. الشياكة دي ذوق. والشياكة من وجهة نظري ان انت تبقي ست نظيفة في نفسك وتكوني شيك وتهتمي بمظهرك وبنظافتك الشخصية. اتكلمنا عن فيديو في النظافة الشخصية بالتفصيل، واتكلمنا عن ستايلات ممكن ازاي نطور من ستايلاتنا، فهسيب لكم الفيديوهات دي تحت في الديسكريبشن. فالشياكة في البساطة انك تبقي لابسة الوان لايقة على بعضها، لبس مريح لعينك. والنظافة اهم حاجة. يعني انا نفسي افهم ازاي في ستات لغاية دلوقتي مش بتحط ديودرنت مزيل عرق او بتستخدم تشبه اي حاجة. اي حاجة ازاي بتنزلي من بيتك وانت ريحتك مش حلوة، وازاي بتقعدي في بيتك اساسا وانت ريحتك مش حلوة، ازاي بتبقي طايقة نفسك، وازاي اللي حواليكي يبقوا طايقينك. يعني سؤال بسيط جدا، لان في ستات فعلا بتعمل كده ورجاله كمان. بس طب الرجاله هنقول هنتغاضى عن الموقف، مع ان مش حاجه الواحد يتغاضى عنها الصراحه. بس ازاي في بنوته حلوه كده شيك او ست جميله، ست اطلق عليها لقب ست او انثى، مكتوبه في البطاقه انثى، ازاي تنزلي ريحتك مش حلوه؟ فيا ست البنات يا ست الهوانم، ما ينفعش ننزل هدومنا مليانه عرق، هدومنا مش نظيفه، مش حاطين ديودرنت، مش مهتمين بنظافتنا، يعني مش هينفع. وما ينفعش انزل برضو مش غاسله وشي. على الاقل اغسل وشي كده، احط كريم، احط زبده كاكاو عشان يبقى شكلي حلو كده ومش دبلان. احط مكياج خفيف لو بحط، ما تحطيش يبقى احسن. يعني على الاقل نهتم ان وشنا يبقى شكله نظيف وشكله صحي. فالشياكه مش مرتبطه خالص 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 من ان انت بتلبسي حاجات غاليه، مش مرتبطه ان انت تبقي بتلبسي براند والحاجات دي. اهم حاجه ان انت تهتمي بشكلك وبنظافتك وبسنانك وبضوافرك. فالشياكه مش لبس بس. ممكن ابقى لابسه لبس شكله حلو بس شكلي كده على بعضي مبهدل كلي على بعضي. وطبعا برضو نهتم بايه بقى، اكيد باولادنا ما ننزلهمش شكلهم مش نظيف. تمام، اهم شكلهم بقى حلو كده ومسرحين وشكلهم مهندم كده وشيك. فالشياكه والنظافه ما بينفصلوش عن بعض. ما ينفعش تبقي شيك ومش نظيفه، ما ينفعش تكوني نظيفه ومش شيك. انت لو نظيفه هتبقي شيك وهتبقي ست البنات. النقطه اللي بعد كده، في فرق كبير قوي بين اني اكون ست صريحه وست قليله الذوق وبجحه. في شعره رفيعه او بين الصراحه والبجاحه. فبلاش تحرجي حد على اساس ان انت ايه صريحه وكده، لا. وعشان تباني انك فاهمه وعشان تباني انك اعلى منه فتصغريه عشان انت تباني اعلى منه وفاهمه اكتر وتباني كده كده على حساب غيرك. لا، يعني بلاش تحرجي حد على حساب نفسك وان انت تبقي احسن وان انت تباني اكتر. ولا تحرجي حد عشان تضحكي الناس اللي حواليكي.
وتباني انك دمك خفيف. انت ممكن يضحكوا فعلا ساعتها، بس هيكتشفوا، هيعرفوا ان انت واحده قليله الذوق، وهيقللوا التعامل معاكي عشان هيعرفوا ان انت مش ذوق وان انت احرجتيه. ممكن يضحكوا فعلا في الموقف، بس بعد كده هيقولوا ان انت قليله الذوق. فبلاش كده. لو عايزه تنصحي حد انصحيه ما بينك وما بينه، مش قدام الناس. ده لو فعلا انت عايزه تنصحيه وتهتمي بيه، مش مجرد ان انت تضحكي عليه وتتنططي عليه. خلي الناس تحب قعدتك، تحب كلامك، تحب رأيك، تحب ان هي تتكلم معاكي، وتحب ان هي تسمعك. النصيحة اللي بعد كده واللي دايما بكلمكم فيها، خليكي حقيقية، خليكي انتي، ما تتصنعيش، ما تتجمليش عشان تباني اعلى من المستوى بتاعك وعشان تعجبي حد. خليكي انتي، خليكي على طبيعتك، خليكي حقيقية، طوري من نفسك واشتغلي على نفسك. بس ما تحاوليش تتعالي او تظهري بمظهر كده، يعني بمظهر غير حقيقتك، غير طبيعتك. طوري من نفسك وعيشي بطبيعتك. خلي اللي يقبلك ويحبك يقبلك على مستواكي، على وضعك، على امكانياتك. مهم ان انت تطوري نفسك، بس اللي مش حلو ان انت تخفي حقيقتك، وان انت تحاولي ان انت تباني اعلى من مستواك الاجتماعي والمادي والفكري. حلو ان احنا نطور من نفسنا، بس مش حلو ان احنا نكذب ونداري حقيقتنا ونتصنع حاجة مش فينا. عايزة تباني، عايزة تظهري، اشتغلي على نفسك وعلى شخصيتك من جوه، من جوه. ده اللي بيبان جدا ان كنت حد من بره بتلمع لكن من جوه فاضي، او انت فعلا من جوه مليان وعاقل وراسي. تقلي كده وتبقي راسيه. اشتغلي على نفسك، ثقفي نفسك، اقري، علمي نفسك، وكل اللي حواليكي هيحس بده وهيشوفك وهيشوف ان انت فعلا جواكي حلو، عقلك نظيف، قلبك نظيف. التفاخر الزيادة عن اللزوم بيدل على نقص جواكي. عشان تباني وتبقي هانم والناس تحب قعدتك، بلاش طول ما انت قاعده تتكلمي عن نفسك وعن انجازاتك وعن انت رحتي مش عارفه فين وعملتي ايه، وتتنططي وايه وتتغري عليهم وتتفخري عليهم، وبتتكلمي عن وتقعدي بقى تقولي ده انا اشتريت مش عارفه ايه غالي، وعملت ايه غالي، ورحت النادي ايه، واشتركت في مش عارفه ايه. بلاش تبقى كلامك كله عن الماديات وعن التفاخر. التفاخر الزياده عن اللزوم ده بيدل على نقص فيكي ونقص في شخصيتك. فلو انت فعلا بتعملي كده، شوفي ايه النقص اللي في شخصيتك وحاولي تعدليه وحاولي تصلحيه. شوفي انت ليه بتعملي كده، وايه الحته اللي مش كامله عندك، وحاولي تظبطيها. بلاش نقعد بقى ده انا قريبه مين باشا وقريبه مين بيه وعندي مش عارفه ايه الفلاني وعندي كام جرام دهب وعندي مش عارفه ايه. بلاش الطريقه دي. خليني اقولك ان الناس اللي بتتك على الحته دي قوي بتقول انا مين وابن مين وبشتري ايه وبروح بكام ومش عارفه ايه، الناس دي بتبقى من جواها في حته ناقصه، عايزه تكمل الحاجات اللي بتقعد تحكي عنها، تتكلم بالارقام والفلوس، وانا بروح وبعمل واجيب. الناس دي بيبقى عندها نقص من جوه، بتحاول تكمله بالصورة اللي عايزة تصدرها عن نفسها للناس انها في المكانة الفلانية. فبلاش تفاخر زيادة عن اللزوم، بلاش الفخر اللي يوديكي للحتة النقص دي. محدش عارف ظروف الناس اللي حواليكي اللي بيسمعوا منك الكلام ده، محدش يعرف معاناتهم، محدش يعرف هم محتاجين ايه. انت نفسك ما تعرفيش انت بتدوسي على ايه جواهم وبتضايقيهم ازاي. خليكي عارفة اما تيجي تتكلمي عن نفسك بالطريقة دي، الناس اللي حواليكي دول مستواهم ايه؟ هل في نفس المستوى؟ هل عندهم نفس الامكانيات؟ هل في ناس على قد حالهم وفي ناس ظروفهم ما تستحملش وفيهم ناس ما بيخرجوش وما بيروحوش ولا نفسهم ولا حالتهم المادية تسمح لهم او ولا حالتهم الصحية تسمح لهم؟ خليكي رفيقة بالناس. فخلي بالك وانت بتتكلمي مع مين وقصاد مين، وبلاش اصلا الكلام بالطريقة دي. فراقبي تصرفاتك كويس قوي، لانها مراية اللي بتكلم الناس، وبتقوم من الاعداد دي حاطة كل واحد في حتة. فبلاش الحتة بتاعتك تبقى حتة صغيرة وتبقى حتة ناس بتستحقرك فيها، وحتة ناس بتبقى مش طايقاكي فيها. النصيحة اللي بعد كده، مش لازم يا ستات كل حاجة اقول فيها رأيي، لازم اعترف كده واقول ان انا مش عارفة كل حاجة. فبلاش افتي في كل حاجة. في حاجات طبيعية انا معرفهاش، مش عيب ان انا اقول معرفش، احسن ما افتي في حاجة انا معرفهاش. ومش هيطلع شكلك وحش ولا حاجة، هيطلع شكلك وحش لما تفتي وتقولي حاجات ملهاش لازمة. طالما محدش طلب رأيك، وطالما رأيك ده مش هيفيد حد ومش هيضيف حاجة، فما تقوليهوش. انت مش عارفة حاجة عن الحاجة اللي هما بيتكلموا فيها، فما تدخليش في نص الكلام وتقولي رأيك.
خلي رأيك عزيز للي يطلبه، محدش طلب رأيك تبقي انت قاعدة ساكتة ومحافظة على ابتسامتك وخلاص، ما فيهاش اي احراج. لما حد يسألني وفي حاجة انا مش عارفاها اقول مش عارفة وخلاص، ليه افتي؟ لا 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 انت مش واخدة بالك، انت مش عارفة الموضوع ده، لا 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 انت ما تعرفيش ده كذا وكذا وكذا والمفروض تعملي كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بلاش الطريقة دي في الكلام، وبلاش الاسلوب ده، وبلاش تحطي التاتش بتاعك، بلاش. واخيرا خليكي واثقه في نفسك ومحافظه على هدوءك وعارفه قيمه نفسك ومقدراها صح، من غير غرور من غير تعالي. لو حسيتي ان في حاجه في شخصيتك من الكلام اللي احنا قلناه ده محتاجه ان انت تشتغلي عليها، اشتغلي عليها. حسيتي ان انت عندك نقطه مش حلوه، حاولي تصلحيها وحاولي تظبطيها. اقري وثقفي نفسك ووعي نفسك، واسمعي فيديوهات كتيره تنور الحته الضلمه اللي عندك وتحسن من شخصيتك. في الاخر اتمنى ان كل الستات اللي بتتفرج عليا تبقى هوانم ويبقوا سكر الدنيا، وانتي جميله زي ما انتي وبتستحقي كل حاجه كويسه يا ست الهوانم. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.